والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس في 17 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. السكن إن شاء الله نبدأ ذي باب ما يجب منه الوضوء والغسل. وقد العنوان الدرس بسا إذا كان زريت مثلا باللي الشرع يفرض في اللانة طهارة ثم شطوح طهارة ثم قرانت. الطهارة الكبرى هي الغسل. إنسان الذي يزدي يغتسل على حساب الشروط إلا ذي شرع. وكذلك الوضوء الأصغر. الوضوء الأصغر الوضوء أجا مشطوح، الوضوء أجا سنتشغل الوضوء يسان زلا هكا. من بعد يكذب داغ الشرع في الطهارة بشكل عام. الطهارة طهارة البدن، طهارة الثوب تزدي اللبسة، طهارة المكان موضع أداء الصلاة. إذن التخلص من جميع الأنجاس والأدناس، يعني يكون نجاسات يتخلص الإنسان منها يبقى نظيفا ويقف أمام الله عز وجل طاهرا. ولكن في الوقت نفسه الشرع يؤكد على الطهارة المعنوية، ماشي تزدي كان سفلا ذا ولا تزدي بول، تزدي بولاون. ربي سبحانه ذي الآخر ذي القرآن الناد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب طاهر من جميع الآفات وجميع الأمراض. سؤال ذا كنكشف دي التفاصيل. البداية الساقي إن شاء الله ما يجب منه الوضوء والغسل. صاحب الرسالة يبدأ يناد: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. أحد المخرجين البول والغائط. كرمكم الله في كذا أمور طبيعية كي قارك أما ننتسع ولا ذي الحداقة أما كان سلاغي الفقاشيني ما يخرج من أحد المخرجين، يعني سوال يحذقا، سوال يصفان يحذقا المعنى يفان. أما كان قبايليث هذا سيني الفلاني فغندي سوى من تسع يطير من تسع يعني، ولكن المقصود بذلك البول ولا حياء في العلم. سيجيف ذا يغلد من بول أو غائط أو ريح. خروج الريح ما يفغ النفس سي بنادم في كذلك كلها موجبات للوضوء أو لما يخرج من الذكر إلى آخره المدينة. وأما الودي يهضرد في المذي، يهضرد في الودي، يهضرد في المني، يهضرد في كذلك في الحيض بالنسبة للمرأة العادة الشهرية يدي تسن مكول أقور مكول تمطوط الساعة العادة ينس العادة الشهرية اللي هي للراجل العادة الحيض. يهضرد في دم الاستحاضة. دم الاستحاضة ذي ثمن دي تسن تمطوط ماشي ذي الحيض. الفرق هي رسم ما إلى ذي الحيض. تمطوط إلا قد تحفظ تظالي تحفظ رمضان. ماذا رمضان الفرض أتعوذ يعني أتغرم أتقضو، ما تظليث رحمة بالنساء رحمة بالمرأة وثغرمار تظليثيس. ولكن بعد ذلك ما يسد دم وايض، دم علة وفساد، اسمس دم علة وفساد، اسمس دم الاستحاضة. إلا ممكن ذا غسيخسر اللوظ ما يطص، النوم الثقيل ما إلا أغمي عليه يصرع، ما إلا في حالة الجنون المتقطع. في كذا مرة يهضر فلاسنت ابن أبي زيد القيرواني. الآن نحاول نعطيكم خلاصة، يعني يسنتز خلاصة مركزة. الآن 3 أحداث وأسباب وما هو ليس بسبب ولا حدث. 3 الأصناف. الأحداث باختصار ثم زوروث البول أمام تسع، الفضلات التي تخرج من دبر الإنسان، الريح النفس اللي ما يفغ، الودي اللي هو ماء أبيض هذا يخرج عقب البول، يعني إذا ما نديت تفغن أكنين بعد البول عادة
أكني لزج ذا إلا المذي ويخرج عند الشعور باللذة إلا ذا خروج المني وقي معروف خروج ذا الهادي ذا وقي ماء أبيض يخرج عادة من المرأة الحامل ثمطثلان يعني استاذيست. وكذلك دم الاستحاضة وقلنا هو دم علة وفساد. من بعد ابن زيد القيرواني هضرت في السلس وقي هو حدث يخرج على غير وجه العادة يعني وعلى غير وجه الصحة وهو مظهر من مظاهر المرض. يوان تفضل تفرا من امتسا تفغن سيساتاس نغ تفغن سيس النفس ما يحرك كيني أثني يفغد النغ البول أكرمكم الله يعني تفغد سيساتاس أدي يغلظوا أدي يروح هذه الظل لما ذي يحلفوا باللي يفقد حاجة صغورس وقي اسم السلس. والحمد لله سواء كان هذا السلس بولا أو ريحا ففي ذلك رخصة ذكرها ابن زيد القيرواني في ابن أبي زيد القيرواني في رسالته معنى قار وقي أريد سرمز ديال الطيق يكشم وقت نتظلث أذي يغلظوا ولا ما عاشوا ديفغن لا شيء عليه هذه الظلك نقلا ماشي هذه تسزل يتفغ يخدم لنا نافات تاني تضرب ذي روح هذه تغلظوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أكد على هذا ابن أبي زيد القيرواني وهو أمر فقهي معلوم عند جميع الفقهاء. ومن رحمة الإسلام أن لم يفرض على الإنسان أن يتوضأ حينما يكون في حالة سلس. هذه رخصة شرعية تدخل في باب التيسير المنصوص عليه في آي القرآن كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربي يبغى يستخفف اللون. لذلك أمر السلس هذا مهم جدا. وبعض الناس اللي عندهم هذا السلس يقول لك ما نروحش نصلي في الجامعة أصلا ما يصليش أي غير عليه يقول كان كوز دي غران كاين كذا كاين كذا خاطئ. يأخذ الاحتياطات اللازمة ولكن ميدي وقت نصلي الأذان هذه يغلظوا أين دي يفغد فظلي الصحة أمن التسا النياض كيف من بعد نهضر في الأسباب إلا النوع الأول زوال العقل. وزوال العقل يكون إما بالنوم يولما لا يطس. والنوم الثقيل هذا ناقض للوضوء لأنه مظنة خروج الناقض. هكذا يقول الفقهاء النوم الثقيل ناقض. لماذا؟ لأنه مظنة خروج الناقض. لعز ما يطس ولي تحكي ما رجيماني صرف عنه القلم. ماذا النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. وزيكي مغارن الشيخ قارنك تفضل السبحة فوسيك ما إلا وش تغلي راه تفكك كاسينة من النوم ثينوك انقضاء الوضوء يخسر الوضوء ما تغليك معناه ذين معناه أسعوذ الوضوء. هذا ميزان من الموازين. الجنون والإغماء والسكر هذه كلها يعني لا فرق فيها بين الطويل والقصير بين الثقيل والخفيف. كذلك اللمس بلذة لقوله تعالى أو لمستم النساء. هناك من فهم اللمس معناه المقصود بذلك الجماع كناية عن الجماع. ثم ثالثا وبه أختم ما هو ليس حدثا ولا سببا. ذاكي أنا هضر أولا في الردة كفر بعد إيمان. ما لا يون يجا الإسلام انتقض وضوءه انتقض دينه ومع انتقاض الدين ينتقض الوضوء. بعد مرد يغال ولا ما إلا دقيقة سنة 15 دقائق إلاق هذه الشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك يجدد الغسل ينس ويجدد الوضوء. الشك في نقض الوضوء الشك ما لا يشك هذا يعيد الوضوء. ماذا وين يتشكون طاس وريد تعاوذ الوضوء خطر وينا في حكم المستنكح.
أما ذي الوضوء أما ذي الغسل أما ذي الزليث خاطر يزمر تفهم ذي الزليث أكني الظلم ماشي يكن أتيطف دايما لفذا الشك مي يتساغ الوضوء يتعاود خاطر يشوك واقي ولا قارد يعيوذ هذه يون اللوضوء ولا مع شويه سخاص ديكس يجوز ايغر باش هذه ذوي مانيس باش هذه السبعد الوسواس ني يثيه الكن الشك وكذلك هذه الزليث لا نتحرم تفاصيل اثنتي نكمل ديال الموضوع ديال الدرس ديال الدنيا ربي والسلام عليكم ورحمه الله.